شويه تقول لنا على اخر فوج اليوم اللي كان اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم عيد، وفي يوم العيد نتبادل التهاني. اليوم نحتفي بأن الشباب دخلوا واحد العالم، عالم الدفاع، مهنة المحاماة، مهنة الشرف. الآن نموذج الشباب الآن كيشوفوا الأعراف والتقاليد تمشي على قدمها. نتمنى التوفيق لهؤلاء الشباب اللي كيبصموا اليوم على مسار مهني وبداية موفقة. أتمنى من كل قلبي ومن أعماق قلبي، وخاصة أن أداء اليمين اليوم صادف مجموعة من المناسبات، ونحن مقبلين على مناسبة دينية كبيرة عند الله. كتشوفوا هاد الناس اللي عندهم القسم اليوم جايبين معاهم والديهم. أكيد أن اليوم أكيد أن اليوم اللي الحضور الآباء اليوم في هذا الحفل، عرفتي شنو هو الاب ديالك والام ديالك كيحضروا كيشوفوا فلذة الكبد ديالو اللي معلوم ضحاو الغالي والنفيس. الام التي قلمت الاظافر ورتبت الدفاتر اليوم تحضر وكتشوف واحد الثمره ديال سميتو، انها كتأدي اليمين، كتشوف كترتدي واحد بدله شريفه وهي بدله المحاماه. انا اتمنى من كل القلب ديالي ان الاباء اليوم عندهم عيد وفرحانين، كنتمنى لهم التوفيق، وكنتمنى لهاد الوليدات ان حضور حتى ان الساده اعضاء المجلس، هيئه المحامين وحضور المحامون القدماء في هذا دليل واشاره واضحه على معلوم اكيد على ان اليوم حنا كنسالوا الشباب وكنعطيهم، كنقول لك اليوم عيد، وفي يوم العيد نتبادل التهاني. انا اقدم التهاني لكل هؤلاء الشباب، وأن يأخذوا بكلمة السيد النقيب اللي تسلات اليوم عن طريق عضو المجلس الأستاذ خالد هلال، لأنها كلمة في محلها واختزلت كل شيء. أتمنى التوفيق لهؤلاء الشباب وشكرا جزيلا. 25 سنة فكرنا رجعوا بيا 25 عام. أنا اليوم فرحان بزاف، لأنني اليوم كنشوف وليداتي أمامي يأدوا اليمين، اليوم غيولوا أصبحوا زملاء سوف يرافعون إلى جانبي. شنو هي الرسالة اللي تبغي توجه للشباب أو النصيحة باش يمشيو مزيان في المسار ديالهم؟ أنا كنوصي الشباب ياخذوا بالكلمات ديال النقباء والنصائح ديال القدامى، لأن النقيب والسادة أعضاء المجلس والقدماء هما النبراس المنير والسراج المنير الذي ينير طريق هؤلاء الشباب. غنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وبدايه موفقه باذن الله تعالى. انا كنتمنى نصيحتي العلم، يقراو واخا البيد لا يقراو، لان العلم وكتعمر الراس ديالك وكتجتهد، والصدق والتفاني والحضور الى ندوات التمرين والاستمتاع بكلمات النقباء، لان هذا ملي كنقول لك كلمه استمتاع راه فيها اكثر من دلاله. وتبارك الله عليكم. وحنا المحامي ديال راه محامي صاحب الجلاله راه ارتدى البدله السوداء. سيدنا شرف المهنه اثناء ارتدائه لهذه البدله. قيل بان صاحب الجلاله هو نقيب النقباء. مهنه المحاماه مهنه شريفه، وحب صاحب الجلاله للمهنه دليل قاطع على انه ارتدى تلك البدله. فهؤلاء الشباب يشوفوا ارتداء صاحب الجلاله للبدله ويديروها بين عينيهم وياخذوا الكلمات النصائح ديال الزملاء القدام، وغادي تكون بدايه موفقه ان شاء الله. هذا الجيل الجديد هو راه بدايه حركه انتقاليه لمجموعه ديال الامور في الحياه المهنيه ديالهم. وشكرا. شكرا استاذ، تحياتي استاذ. متابعي ومشاهدي جريدة عبر، نستودعكم الله ببشر اخر، الى اللقاء.